فكرتك ممكن تبقى مشروع حقيقي، بس المهم انك تعرف تسجل صح. في الفيديو ده هنوريك خطوة بخطوة ازاي تسجل في صندوق دعم المبتكرين بسهولة من غير ما تعطل في اي خطوة. اول حاجة هتدخل على موقع صندوق دعم المبتكرين من جوجل، وبعدين هتدوس على Apply Now، وبعدها Click Here، وفي الاخر نضغط على Register. هنا تظهر لك صفحة تسجيل وهتبدأ تدخل بياناتك زي الاسم، تاريخ الميلاد، النوع واليوزر نيم والباسورد والإيميل. مهم جدا وانت بتكتب الاسم أو الإيميل تتأكد ان مفيش سبيس قبل أو بعد البيانات علشان تقدر تكمل الخطوة اللي بعد كده من غير أي مشكلة. بعد كده هتختار البروجرام اللي انت عايز تقدم عليه من دروب داون منيو، واهم حاجة اننا لازم نعمل داونلود لكل الملفات الخاصة بالبروجرام ده، من اول الملف اللي بيشرح ايه هو البروجرام، وبعد كده الملفات الخاصة بالابليكيشن فورم بنعمل لها داونلود ونملاها بكل البيانات ونرجع نعمل لها ابلود تاني. ولازم تتأكد من ده لان ما ينفعش تعمل ابلود لاي فايل تاني غير الفورمز اللي انت نزلتها وملتها. وهنا هتبدأ تكتب تفاصيل المشروع بتاعك والميزانية اللي معاك، وكمان الميزانية اللي انت محتاجها. كمان هتختار البروجرام المناسب ليك، وما تنساش تضغط على Add Special Expertise. تكون خلصت خطوة التسجيل وعملت حساب بنجاح. بعد كده لو عايز ترجع تعمل لوجن هترجع تاني للصفحة الرئيسية وتضغط على Apply Now، وبعدين تضغط Click Here عند Submit New Proposal. بعدها هتفتح لك صفحة اللوجن وهتدخل نفس البيانات اللي سجلت بيها قبل كده. وبرضه لازم تتأكد إن مفيش سبيس قبل أو بعد الاسم أو الإيميل أو البيانات اللي أنت بتدخلها علشان تقدر تدخل على حسابك بسهولة. لو عندك أي استفسار ابعت لنا على info@isf.org.eg وهنرد عليك على طول.